لكم اول مطعم بيقدم بريسكت بيف في مصر. ايه بقى البريسكت بيف ده؟ بيسووا اللحمه على نار هاديه لمده 10 ساعات، المفروض طعمها كده هيبقى تحفه. المطعم اللي بيقدمها اسمه بيلي فول. المطعم ده يعني انا رحت هناك في اندور واوت دور. المطعم حجمه ما هواش كبير قوي، ديكوراته برضو ظريفه من جوه، والاستاف بصراحه متعاون وهيلبفول جدا. جايب لكم منه سندوتشين بريسكت بينات وبلو بيري، فهنجربه ونشوف النظام. يلا بينا. هنعمل بقى باكجينج ونشوف الحاجه اخبارها ايه. ادي بطاطس سندوتشات، ادي واحد وادي التاني، مناديل، كاتشب، وجلافز، والاونيون رينجز. احنا بقى جايبين لنا بيبسي. نفتح بقى السندوتش ده. هو ده كده البلو بيري او السندوتش ده بيتكون من ايه؟ من بريسكت بيف نفسه، وبصل مكرمل، ومشروم مكرمل، وبلو تشيز. حجم السندوتش حلو بصراحه. حلو قوي. كميه اللحمه هنا في السندوتش كتيره وحلوه قوي، وفي نفس الوقت متقطعه رفيع وطعمها تحفه. البصل والمشروم كمياتهم حلوه قوي في السندوتش برضو كتير، بالذات المشروم. البلو تشيز ظابطه طعم السندوتش. شوف بقى البطاطس. البطاطس اهي متقطعه قطع صغيره، ما هياش كبيره. هي مش من البطاطس اللي بتقرمش وانت بتاكلها، هي طريه، بس البهارات اللي محطوط عليها تحفه. هنعمل بقى باكجينج ونشوف الحاجه اخبارها ايه. ادي ده اسمه بريسكت بينات، يعني اول مره اشوف حد بيعمل سندوتش بالبينات باتر، فهنجربه كده ونشوف النظام. السندوتش اهو. السندوتش ده بقى متكون من ايه؟ من بريسكت بيف وفلفل الوان وبصل ومعاهم البينات باتر. بصوا دي اثار البينات باتر على العيش. ندوقها كده لوحدها ونشوف عامله ازاي. البينات باتر طعمها باين في العيش ومش تقيل، فنجربها كده مع الساندوتش كله ونشوف عامله ازاي. البينات باتر تحفه. كميه اللحمه في الساندوتش ده برضو كبيره زي الساندوتش اللي فات، والعيش طازه. الفلفل برضو طعمه كويس وما بيشدش معاك. وفي نفس الوقت كميه البينات باتر في الساندوتش ما هياش كتير قوي، يعني هي طعمها انت تحس بيه، طعمها مش طاغي على الساندوتش. يعني طعمها لو كان اقوى من كده كان الساندوتش باظ، بس هم بصراحه ظابطين النسبه صح. نجرب بقى الاونيون رينجز. اهي. طعمها حلو بصراحه. الاونيون رينجز هنا هي مش مقرمشه بس حلوه. وفي كمان اونيون رينجز تيجي تاكلها تحس البصل بيشد معاك، لا دي ما بتشدش. بص اهي، ما بيشدش معاك خالص. اشرب بقى. سريعا كده، السندوتشين كمية اللحمة فيهم كانت حلوة محترمة جدا وكتير. العيش طازة ما هواش بايت وما بيفتفتش. بالنسبة للبريسكت بيف بقى نفسها تحس اللحمة واخدة حقها في السوا، يعني ما تحسش ان هي يعني حطوها على النار شويه صغيرين كده وخلاص، لا اللحمه برضو متقطعه قطع صغيره زيها زي الشاورما، وفي نفس الوقت طريه وانت بتيجي تاكلها. كاوفر اول انا اتبسطت بصراحه بالتجربه. يعني الناس هناك فعلا كرييتيف، بيحاولوا يقدموا حاجه جديده. حركه البريسكت بيف، البينات باتر، الكلام ده كله. انا عن نفسي ممكن بعد كده قدام اروح اجرب بقيه المنيو. الناس برضو اللي راحت المطعم هناك وجربت يكتبوا لنا في الكومنتات ويقولوا لنا رايهم ايه. اشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو الجاي. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. سلام.